السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم الصور التي على الوسادة أو السجاد؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل حبيبي أن كل الصور المعلقة في المنازل حرام وتمنع من دخول الملائكة، سواء كانت صورة إنسان أو حيوان أو طائر، لكن الشرع رخص لنا في الصور التي دعت إليها الضرورة فقط، كصورة جواز السفر أو البطاقة أو الكارنيه الخاص بالعمل أو غير ذلك. ولا حرج أيضا في الصور التي على البساط على السجادة أو على الوسادة، فلا حرج في ذلك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على موعد مع جبريل عليه السلام، فلما جاء جبريل امتنع من دخول البيت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل عليه السلام: إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا، فمر برأس التمثال أن يقطع، وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطئان، ومر بالكلب أن يخرج من البيت. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل جبريل عليه السلام. وفي هذا الحديث المذكور أن ذلك الكلب كان جروا صغيرا يلعب به الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن كل الصحابة أجمعين. وقصة جبريل هذه تدل على أن الصورة في البساط على السجاد ونحو ذلك لا تمنع من دخول الملائكة. ومثل ذلك ما ثبت أيضا في الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت من ذلك الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أي صور في البيت متعلقة على الحيطة تمنع دخول الملائكة، تمام كده؟ إلا إذا كانت الصورة ديت على على مثلا وسادة على السرير أو غير ذلك، عفوا كانت نعم على وسادة على السرير أو على البساط اللي هو السجاد. واضح كده حبايبي؟ يبقى إذن لو الصورة على الوسادة أو كانت على البساط لا حرج في ذلك، والأولى ترك ذلك لكن بقول لو كانت موجودة فلا حرج في ذلك. أما أن تكون صورة معلقة على الحائط سواء كانت لإنسان أو حيوان أو طائر فإن ذلك يمنع دخول الملائكة بنص الحديث الصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يطهر بيوتكم من كل ما يغضب الله، وأن يملأ بيوتكم بالبركة والخير والنور والمحبة والألفة يا رب العالمين، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.